من يتقي الناس مخافة لسانه. خد بالك من نفسك وانت عصبي. علشان كده لما واحد راح يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له علمني حاجة يا رسول الله، عوزني انصحني بحاجة، قال له لا تغضب. سيدنا محمد عارف ان الغضب وان انت انفعالك ممكن يبقى سيء جدا ويبوظ حاجات كتير جدا وانت غضبان. ركزوا وانتوا غضبانين هتقولوا ايه. حقيقة ان وقت الحلو كلنا حلوين قوي. امتى بيبان بقى الانسان؟ وقت غضبه. وقت الخلاف بنبتدي نبان على حقيقتنا. مين وقت الخلاف باعك؟ مين وقت الخلاف غلط فيك اكتر ما انت غلطت فيه؟ مين وقت الخلاف قال اسرارك؟ مين وقت الخلاف ابتديت تاخد بالك ان وقت الخلاف ده طلع شات كنت انا بعتاه، ده طلع دي كانت بتسجل لي، ده ضربني ده. حتى وانتوا بتنهوا علاقات انهوها بطريقة جميلة ومريحة. حتى في عصبيتك انهي العلاقة وانت ماشي راقي ابن ناس موكل امرك لله سبحانه وتعالى. بلاش تسيبه في قلوب الناس اوجاع تخليك انت نايم واللي انت وجعته بشرك واذاك عمال يدعي عليك وانت نايم. بلاش تبقى الظالم مش المظلوم. وانا قلت كذا مرة لو بايدك تختار، اختار تبقى المظلوم مش الظالم. بلاش تجرح حد وتعمل علامة في قلبه تخليه عايش بيها طول عمره مش عارف ينساها. لما يشوفك ما يعرفش يقول حاجة غير يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. كان مؤذي، كان عصبي قوي، كان بيضربني، كان بيشتمني، كان بيكسر كذا. انا يا رب خفت منه قوي اليوم الفلاني. يا رب دي هددتني بكذا. يا رب ده انا لما قلت لها كذا قالت لي كذا كذا. يا رب دي كان صوتها عالي، دي اذتني. بلاش تبقى نايم في حد قاعد بيدعي عليك. بلاش حد كل ما يفتكرك يقول اعوذ بالله. ده بني ادم وحش جدا. افتكر دايما ان نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عدم الغضب. بلاش تبقى شر الناس. لما تتعصب اهدى، خد نفس عميق، عد من 1 ل10، نظم ضربات قلبك بالحاجات دي. غير وضعية جسمك، واقف اقعد، قاعد وقف، اتمشى. اذكر الله دايما وانت عصبي، وما تنساش ان اذا غضب احدكم فليسكت. لو قادر تسكت احسن اسكت. يقولوا عليك بارد، يقولوا عليك ما بتردش، يقولوا عليك جبان خايف، احسن ما يقولوا عليك اشر الناس. اتحكم في انفعالاتك. دمتم بخير، دمتم في هدوء وصحة وسلام. السلام عليكم.